أهلا وسهلا، مرحبا بمتابعينا الكرام، متابعي قناة ديزا توداي من داخل وخارج الوطن. لا تنسوا من فضلكم الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو. إذا متابعينا الكرام، نواصل في سياق آخر تطورات والمستجدات. كما شفنا، نظام المخزن الصهيوني يتعرض لهجمة موازية من طرف بريطانيا، ألا وهي أن بريطانيا تعيد الاعتبار للشعب الصحراوي وتغير من موقفها الرسمي تجاه القضية الصحراوية. وقالت حكومة المملكة المتحدة بأنها تحترم مبدأ تقرير مصير للشعب الصحراوي، معربة عن استعدادها لدعم حل مقبول من جميع الأطراف للنزاع في الصحراء الغربية. كذلك متابعينا الكرام، لا يخفى لكم بأن زيارة رئيس الرواندي إلى الجزائر، ورواندا معلومة أنها تابعة إلى بريطانيا أو إلى الحكم البريطاني. زيارة بول كاغامي للجزائر، إذا متابعينا الكرام، وكما شفنا الجزائر ورواندا كذلك وقعوا اتفاقيات، داروا واحد القرار، ألا وهو متابعينا الكرام هذاك القرار تاع الجزائر ورواندا، أنه رواندا تدعم حق الشعوب في تقرير المصير واصطفت مع الشعب الصحراوي كذلك. لا علينا متابعينا الكرام، قالت الحكومة المملكة المتحدة بأنها تحترم مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، وأعربت عن استعدادها لدعم حل مقبول في جميع الأطراف للنزاع في الصحراء الغربية. وقالت الحكومة البريطانية في مزيد من التفاصيل في بيان نشر على موقعها الإلكتروني بصفتها عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصديقا لدول المنطقة، فإن موقف المملكة المتحدة الجديد يهدف إلى دعم الصحراء الغربية، أو دعم حل متفق عليه للنزاع يندرج في إطار العملية اللي راهي تقودها الأمم المتحدة ويحترم مبدأ تقرير المصير. وتابعت الحكومة البريطانية مع اقتراب الذكرى ال50 للنزاع من الضروري اغتنام هذه الفرصة السانحة للتوصل إلى حل دائم للنزاع، حل يضمن مستقبل أفضل لشعب الصحراء الغربية. وفي بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أول أمس، أعربت الجزائر عن أملها في أن تواصل المملكة المتحدة بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن العمل على مساءلة المروك أو المغرب عن مسؤوليته الدولية والسهر على احترام الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار. كذلك متابعينا الكرام، شفنا بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجه اتهامات خطيرة للنظام الصهيو-مخزني، ألا وهي متابعينا الكرام، النظام المخزني راهو يعتقل الشعب الصحراوي ويطرده من منازله ويقوم بحرق منازله، ويقوم كذلك بإعطاء هذه الأراضي وهذه المنازل اللي اغتصبها من الشعب الصحراوي إلى الشعب المروكي المستوطنين المراركة. داروا له تهمة تفضيل الشعب أو الاستيطان المروكي على الشعب الصحراوي. ثم خرج عمر هلال عبر مجلس الأمن أو عبر لجنة الأمم المتحدة عضو المروك في الأمم المتحدة، واتهم، قال لهم بأن هناك أطراف سياسية تناور من أجل ضرب سمعة المروك، ولكن هذا حقيقة وهذا موجود وبتأكيد الأدلة وبتصوير الصحافة والجميع يعلم ذلك. حتى اللي راه يدعم في المخزن في الصحراء الغربية راه مدرك تماما بهذه الجرائم، وهي ليست وليدة اللحظة. إذا متابعينا الكرام، نفهم بأن نظام النظام المخزن الصهيوني راه متمسك بقضية الصحراء الغربية بقوة بالحكم الذاتي، إلا أن بريطانيا متابعينا الكرام بعد أن الجزائر قامت ب هذاك البيان اللي دارته وزارة الخارجية الجزائرية، وكان مكتوب بحذر إلى الجانب البريطاني، فبريطانيا اتصفت كما احنا نقولوا بالعقلانية، وعودت رجعت قرارها ووجهت صفعة لنظام المخزن. إلا أن المراركة بوريطة وزير الخارجية وعمر هلال بمجلس الأمن ونظام محمد السادس فرحوا فقط، ولم تتم الفرحة إلا ل 24 ساعة فقط، ثم اختفى وتبخر حلم وأطواع نظام المخزن في التوسع على حساب الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية. فبالتالي متابعينا الكرام، الحكومة البريطانية من هذا الحدث توجه ضربة وصفعة موجعة لنظام المخزن وتعريه على حقيقته، وتصطف وتنتصر للشعب الصحراوي بفضل الجهود الدبلوماسية والأمور اللي راهي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية والصقور في مجلس الأمن.
وفي السياق متابعينا الكرام يعني قالت نشوفوا البيان اللي قالت عليه بريطانيا في الصادر عن الحكومة البريطانية، وقالت بصفتها عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصديقة لدول المنطقة يسعى الموقف الجديد للمملكة المتحدة إلى دعم حل متفق عليه للنزاع يدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة ويحترم مبدأ تقرير المصير مع اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع. ومن الضروري أن نستغل هذه الذكرى لدعم شعب الصحراء الغربي. إذا هنا نفهموا بأن بريطانيا وقفت مع الشعب الصحراوي، وقفت مع الشرعية الدولية مثلما نادت إليه الجزائر ومثلما دعت إليه. ففي مزيد من التفاصيل كذلك متابعينا الكرام، قامت الجزائر اليوم ورافعت مجددا للتهدئة في غزة، ومجلس الأمن يصوت على قرار وقف إطلاق النار. وصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعم ويدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وسط توقعات باستخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو. القرار صاغته الدول العشر الغير الدائمة العضوية ويشدد على الوضع الإنساني الكارثي. من جهتها قدمت الجزائر مشروع قرار مماثل لدعم جهود التهدئة، فيما تجري اتصالات مكثفة تقودها قطر مصر بدفع أمريكي لإحياء مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. يعني الجزائر لم تغيب ولا يوم عن القضية الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني اللي راهو يشهد جرائم مكتملة الأركان. إذا فالجزائر رفعت مجددا للتهدئة في غزة، ومجلس الأمن يصوت على قرار وقف إطلاق النار. لو كان نشوفوا متابعينا الكرام ونراجعوا الأحداث والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، نشوفوا بأن الجزائر راهي تدافع وترافع عن الشعب الصحراوي وتدافع وترافع عن الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، وعن مختلف القضايا الراهنة التي تخص الدول العربية والشعب شعوب المنطقة. يعني الجزائر استغلت منصبها في مجلس الأمن ليس فقط لمصالحها الشخصية، بل تدافع عن الفلسطينيين، تدافع عن الشعب الصحراوي، تدافع عن اليمنيين والسودان وغيرهم، عكس نظام المخزن الصهيوني اللي راهو يستغل أبواقه وأدواته السياسية، مثل عمر هلال المندوب الدائم في المروك ووزير خارجية المروك ناصر بوريطة، فقط من أجل دعم وخدمة مصالح نظام المخزن الصهيوني بدرجة الأولى، دون مراعاة لأدنى شروط أو لأدنى يعني الشعوب الأخرى والقضايا الراهنة التي الجزائر راهي تعمل عليها دون هوادة، وتسخر يعني كل الجهود الدبلوماسية والآليات والمعارف والمادية واللوجستيكية من أجل الدفاع عن مصالح المنطقة ومصالح الدول العربية، خاصة منها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية في تقرير المصير. متابعينا الكرام، وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش ديروا نجام واشتراك في القناة، وشكرا لكم.